كريم الدبيس ظالم مظلوم. كولر هل جاي عليه؟ هل اللاعب ده فعلا موهبة؟ هل اللاعب ده فعلا مؤثر في حق نفسه، أو هو كلاعب جوه الملعب عنده حاجات مميزة محتاجة إن المدربين تبني عليها؟ يعني محتاج إن هو ياخد فرصة ويكمل ويتصلح له حاجات. كريم الدبيس في كل ماتشات المنتخب اللي لعبها في الأولمبياد، ناس كتيرة أشادت وناس كتيرة قالت لك تقييم الفيفا ده واخد 7.8 من 10، ده أعلى لاعب في المنتخب تقييم. كل الكلام ده ما يجيش حاجة قصاد إن أنت تتفرج بعينك وتشوف كريم الدبيس عنده نواقص، بالأخص بتبان في الجزء الدفاعي. طبعا ده كمان سببه حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي ميكالي كان يعني عاملها في التشكيل، ان زيزو كان في الناحية اليمين كان بيرجع ويبقى زي خامس في الخط الخلفي، انما كريم الدبيس ما كانش ابدا ابراهيم عادل بيرجع معاه باي طريقة. حتى لما كان بيرجع تقضية واجب، ضغط ابراهيم عادل ما هو الا تواجد في مكانه وخلاص. ده لو حصلت يعني كريم الدبيس عنده مشاكل خاصة بيه هو وطريقة لعبه هو، لكن ابراهيم عادل ليه جزء كبير من ان كريم الدبيس يظهر بالمستوى السيء جدا في الادوار الدفاعيه دي. هنا كريم الدبيس طبعا هو في الحاله الهجوميه زي ما قلت لكم، الكره بتروح له والراجل بيعمل اوفرات محترمه جدا. هنا الكره دي لأسامة فيصل في اول ماتش المنتخب مصر في الاولمبياد، أسامة فيصل حطها فوق العارضه. هنا الكره هنا في الطرف راحت لابراهيم عادل، لعبها لكريم الدبيس، بيعمل برضه اوفر محترم، لعيب برضه كويس. ونخش على اخطاء كريم الدبيس اللي هي بيقع فيها في كل مره، ومحتاجه شويه تظبيطات. محتاجه ان هو يلعب، محتاجه انه يلعب، بس هل يلعب محلي؟ انا اشوف ان كولر برضو عنده نقطه، ان هو مقصر في حق الراجل ده لو خد ماتش في التاني في التالت هيبان عيوبه، لو بيتصلح او ما بيتصلحش، لو بيحاول يجتهد ويغير من الاخطاء اللي عنده ويعدلها او لا. نيجي هنا في كرة هجمة للفريق الدومينيكان، لو خدنا بالنا هنا كريم الدبيس وظيفته ايه؟ مش موجودة، هو هنا بيتمشى جوه ال 18. الكرة بتتلعب دايما من جنبه، الكرة دايما بتتلعب، ضغطه ضعيف جدا في الحالات الدفاعية. كريم الدبيس برضو الضغط بتاعه واقف وبيلف ظهره واللعيب بيلعب الكرة العرضية. طب الكرة رجعت تاني، كريم الدبيس برضو واقف في نفس المكان، خدها في الاخر، بس في الاول وفي الاخر انت عملت ايه؟ انت واقف بتتفرج على الكوره زيك زي المشاهد. لو خدنا بالنا ادي كريم الدبيس الضغط بتاعه ضعيف، واقف في مكانه. طب الكوره خلاص يعني قطعها لعيب المنتخب، طب كريم الدبيس في مكانه، طب ما بتفكرش ترجع ليه مكانك تكمل الخط بتاع المنتخب؟ لو الكرة دي اتقطعت وجود كريم الدبيس هيبقى خارج اللعب تماما. هنا الكرة بتتلعب، اللعيب عدى من كريم الدبيس، يعني هنقول زي الحلاوة، رغم ان يعني معلش يعني فرقة الدومينيكان فرقة ضعيفة. هنا دخل كريم الدبيس في العمق وساب الطرف خالص، الكرة اتلعبت واللعيب برضه فرق كواليتي، اللعيب شاطها بره خالص. ده من ضمن برضه عيوبه، انت راجل سايب الطرف بتاعك وداخل هنا تعمل ايه؟ ملهاش اي مبرر. هنا الكرة بترجع، رجعت له الكرة هنا مع منتخب مصر ورايح بهجمة وكل حاجة. فين كريم الدبيس؟ ما ظهرش. احنا بنتكلم في الدقيقة 65، راجل بدنيا مش موجود. فين كريم الدبيس؟ فين؟ ده احمد عيد عشان بس نبقى فاهمين. فين كريم الدبيس؟ مش موجود. كريم الدبيس فين؟ ما ظهرش. كريم الدبيس برضه ما ظهرش. لعيب مش موجود، لعيب بدنيا واقع، بدنيا حتى من الدقيقة 65، وفي ماتشات من الدقيقة 20 الدبيس مش موجود. رايحين من نص الملعب، كريم الدبيس هنا اتفرج معايا الهجمة وهي ماشية، وشوف فين كريم الدبيس. الكرة راحت الناحية التانية خالص، كريم الدبيس فين؟ مش موجود. هنا في الدقيقة 72 فين كريم الدبيس؟ مش موجود، مش ظاهر، بدنيا مش موجود. ليها اسباب ان برضه ما بيلعبش الراجل. هنا الكرة بتتلعب كرة طولية، كريم الدبيس بص مش عارف يستلم الكرة. انا يعني لو خدت بالك الكرة طبت تحت رجليه، هو مش موجود، هو لعيب حتى في الشراسة الدفاعية مش موجودة زي ما قلنا. الكرة اتردت من نص الملعب، كريم الدبيس هنا ساب المان بتاعه، لعب الكرة بالعرض برضه في خطورة. فين كريم الدبيس؟ واقف على ال 18، بتعمل ايه على ال 18؟ مالكش اي
تواجدك هنا ملوش اي لازمه، انت ماسك الحكم مان تو مان. تاني كوره بنكمل هجمه، الكرة دي اللي جت جون كريم الدبيس بضغط ضعيف جدا. الكرة هنا مع كريم الدبيس بيلعبها حتى في دقة الباص والجزء الخلفي هو برضه ضعيف. تاني وتالت ورابع كريم الدبيس هنا، طب قطع الكرة بيعملها منظرة كعب، طب رجعت لك مش عارف تتحكم في رجلك، تحس ان هو متبرجل. هنا كريم الدبيس اهو بيضغط الراجل، اترقص ترقيصة حلاوة تمام ولا اي حاجة، وقف مكانه راح هجمة. كريم الدبيس اهو، انت بتفوت الكوره، انت اللي بتفوت الكوره للمهاجم. في ماتش فرنسا برضو الكوره هنا بتتلعب راحت، يعني بتطلع الكوره في ضعف في تطليع الكوره، انت ضعيف في تطليع الكوره، المفروض تشد شويه، انت راجل عايز تثبت نفسك، عايز راجل ترجع لفورمتك، شد شويه في الكوره، مفيش كوره تاني. في الماتش بقى اللي هو الفضيحه بتاعت ال6-0 دي، هنا كريم الدبيس لو خدنا بالنا بص هنا بيتمشى مش موجود بدنيا. المفروض انت راجل دي هجمه للمنتخب المغربي، يعني المفروض انت ترجع اسرع من كده، ترجع تامن حسام عبد المجيد بدل ما هو معاه واحد ومتردد ان هو يخش يقطعها تتقطع منه. اللاعب يحاول يلعب الكره يوصل لها اسرع من حسام عبد المجيد، انت المفروض موجود وراه تغطيها، مش موجود. الكره هنا رجعت لحارس المنتخب المغربي بيلعب كره طوليه عادي خالص. بص الكره هنا، بص على الطب ازاي، فين ايه ده؟ ده مش مدافع، ده مش منظر، ده مش منظر مدافع. الكرة بالطب بترجع لك يعني انت موجود مع اللاعب كانك مش موجود، كان اللاعب ساب الكرة بالطب وبيستلمها بعد ما الطب. ماتش منتخب المغرب الكرة بتروح لكريم الدبيس هنا، طب انت مفيش خلاص، انت مش قادر، طب العب الكرة، مفيش، وقف في مكانه الكرة اتقطعت منه. في الختام كريم الدبيس لاعب مقبول ومبلوع، وانا راجل انا مع ان هو يخرج الفتره الجايه دي. النادي البلجيكي اللي مقدم له عرض 200,000 دولار ان شاء الله يكون ببلاش، يخرج يتعلم اساسيات الكوره بره، لان الكلام ده مش هيتعلمه هنا، لان